أهلا بيكم. النهاردة هناخدكم في رحلة شيقة جوه عالم البيزنس عشان نفك سوا شفرة أهم المصطلحات الإنجليزية اللي بتستخدم فيه. هنمشي مع قصة شركة من أول ما كانت مجرد فكرة لحد ما بقت كيان ضخم، وعشان من خلال الرحلة دي نفهم لغة التجارة اللي بتشكل عالمنا. المقولة دي بتلخص كل حاجة. لغة التجارة دي مش مجرد كلام صعب أو مصطلحات، لأ، دي الطوب اللي الاقتصادات بتتبني بيه. يعني لما نفهم اللغة دي بنقدر نحول أي فكرة لمشروع حقيقي، مشروع يأثر في حياتنا كلنا، من أول الابليكيشن اللي على موبايلاتنا لحد المنتجات اللي بنشتريها كل يوم. دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ نفهم الأول ليه التجارة دي مهمة قوي كده، بعدين هنشوف إزاي الشركات بتتأسس خطوة بخطوة، وبعدها هنبص على الناس والعمليات اللي بتشغلها، وفي الآخر خالص هنتكلم عن المصطلحات اللي ليها علاقة بالنمو والتوسع. يلا بينا نبدأ بالجزء الأول. قبل ما نغوص في المصطلحات، مهم قوي نعرف ليه المجال ده محوري كده، وليه إن الواحد يتقن اللغة بتاعته دي مهارة ليها قيمة كبيرة جدا في عالم النهاردة. ممكن نعتبر الناس دي مهندسين السوق، المحترفين في مجال التجارة، هم اللي بيبنوا الكباري بين المنتج والمستهلك. شغلهم مش مجرد بيع وخلاص، لا، هم بيحطوا استراتيجيات ذكية عشان يوصلوا للعميل الصح، وبيصمموا تجربة شراء مريحة وسهلة، وبيحافظوا على علاقات قوية ومربحة مع كل الأطراف. ببساطة كده، هم القلب اللي بينبض في أي اقتصاد. ودلوقتي نيجي للحظة الساحرة، اللحظة اللي الفكرة بتتحول فيها لحقيقة. في الجزء ده هنشوف إزاي الأفكار اللي في الخيال بتتحول لشركات ليها وجود حقيقي، ليها هيكل قانوني وليها فلوس داخلة وخارجة. دي مرحلة التأسيس. أكيد كلنا بنسمع المصطلح ده كتير قوي اليومين دول، التك ستارت اب. دي شركة جديدة غالباً بتبدأ بفريق صغير وفكرة مبتكرة في مجال التكنولوجيا، زي أبليكيشن جديد للموبايل أو منصة على الإنترنت. دي بتكون نقطة البداية لشركات عملاقة كتير بنعرفها النهاردة. طيب لما ستارت اب دي تكبر وتحتاج فلوس أكتر عشان تتوسع، بتتحول في الغالب لشركة مساهمة. ده معناه إن ملكيتها بتتقسم لأجزاء صغيرة جدا اسمها أسهم، وأي حد ممكن يشتري سهم ويبقى مساهم أو شريك في الشركة. الطريقة دي بتسمح للشركة إنها تجمع استثمارات ضخمة جدا. فكروا كده في شركات زي أبل أو مايكروسوفت، كلها شركات مساهمة، وده اللي خلاها تقدر تجمع رأس المال اللي محتاجاه عشان توصل للي هي فيه النهاردة. سواء بنتكلم عن ستارت اب لسه بتبدأ أو شركة مساهمة عملاقة، الأساس المالي هو العمود الفقري اللي كل حاجة بتدور حواليه. وعشان نفهم الأساس ده لازم نعرف مفهومين مهمين جدا في عالم المال. ببساطة شديدة، تخيلوا الموضوع ده إنه ميزان بكفتين. في الكفة اليمين اللي هي الأصول أو الأسيتس بنحط كل حاجة الشركة بتمتلكها وليها قيمة، الفلوس، الكاش، المباني، المعدات. وفي الكفة التانية اللي هي الخصوم أو اللايبيليتيز بنحط كل الديون والالتزامات اللي عليها، زي القروض والفواتير اللي لسه ما دفعتهاش. التوازن بين الكفتين دول هو اللي بيقول لنا الشركة دي قوية ومستقرة مالياً ولا لا. وعشان تدير الفلوس دي كلها، الشركات بتستخدم أدوات مالية مختلفة، زي مثلاً السندات أو بونز، ودي بتبقى زي قرض الشركة بتطلبه من الناس، وبتوعد إنها هترجعه بعد فترة ومعاه فايدة. دي مجرد أداة واحدة من صندوق أدوات مالي كبير الشركات بتستخدمه عشان تضمن إن في سيولة وفلوس دايماً لعملياتها ونموها. تمام، إحنا كده بنينا الهيكل القانوني والمالي للشركة. جه الوقت بقى نتكلم عن القلب النابض بتاعها، الناس اللي بتشتغل فيها والعمليات اليومية اللي بتخليها كيان حي ومنتج. الشركة مش مجرد أصول وأرقام، الشركة هي الناس اللي فيها. كل وظيفة من دول ليها دور حيوي جدا. مدير الحسابات مثلا بيبني علاقات قوية مع العملاء المهمين، ومدير المبيعات بيقود فريقه عشان يحققوا التارجت. كل واحد فيهم زي ترس في مكنة ضخمة، وكلهم بيشتغلوا مع بعض عشان يخدموا العميل ويحققوا النجاح. إن يكون عندنا فريق شاطر ده مش كفاية لوحده. النجاح الحقيقي محتاج عمليات وإجراءات واضحة تنظم الشغل. دلوقتي بقى هنتحرك من مجرد أسماء الوظائف للإجراءات المنظمة اللي بتحصل جوه الشركة كل يوم. هنا بنشوف دورة حياة الموظف جوه الشركة عاملة إزاي. بتبدأ بالأونبوردنج، ودي عملية دمج الموظف الجديد في بيئة الشغل وتجهيزه. وبعدين لما موظف يمشي ويجي واحد مكانه، بتحصل مرحلة الانترفيس with successor، يعني التسليم والتسلم عشان نضمن إن الشغل يفضل ماشي. وبتنتهي الدورة دي بالأوفبوردنج، ودي الإجراءات الرسمية لمغادرة الموظف. كل خطوة من دول ليها نظام عشان كل حاجة تمشي بسلاسة. وبعد كل المجهود ده بتيجي لحظة الحقيقة، الرول أوت أو الإطلاق الرسمي للمنتج. دي اللحظة اللي العالم كله بيشوف فيها نتيجة شغل الفريق وتعبهم. الموضوع مش مجرد إننا بننزل منتج للسوق وخلاص،
لأ، دي بتتوج شهور ويمكن سنين من التخطيط والشغل الجاد. تمام، الشركة اتأسست والفريق بدأ يشتغل والمنتج نزل السوق. طيب، إيه اللي بعد كده؟ جه وقت التفكير في المستقبل. الجزء ده مخصص للمصطلحات اللي الشركات بتستخدمها عشان تخطط للنمو والنجاح على المدى البعيد. ده مفهوم أساسي جدا في الإدارة. الاستراتيجيك فيت معناها إن الشركة تتأكد إن نقط القوة بتاعتها، زي مثلا إن عندها فريق عمل عبقري أو تكنولوجيا متطورة، متوجهة صح عشان تستغل الفرص اللي موجودة في السوق. يعني مفيش فايدة إننا نعمل منتج عظيم بس محدش محتاجه. لازم يكون في توافق بين اللي الشركة شاطرة فيه واللي السوق عايزه. التوافق ده مش بيحصل بالصدفة. زي ما كابتن السفينة محتاج بوصلة وخريطة، الشركة محتاجة وجهة وهدف واضح. من غير هدف محدد ونقدر نقيسه، كل المجهود والموارد هتتبعتر ومش هيبقى ليها لازمة. العبارة دي هي الخلاصة. Hitting growth targets ده هو الهدف النهائي. مش مجرد إننا نكبر وخلاص، لأ، إننا نحقق الأهداف المحددة بدقة اللي الشركة حطتها